السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا وأحبابنا مشاهدينا على قناة يوتيوب ميكانيكال اس. احنا النهاردة بنقدم لكم مفتاح فريد من نوعه ما نزلش في السوق لحد دلوقتي، والتصميم بتاعه تصميم شخصي من اجتهاداتنا. نتمنى انه يساعد الناس في العمل، اللي يقدر يحاول يصممه او ياخد الفكرة ويصممها دي مسموح ليه، لان الافكار كتيرة وما ابسط دي كفكرة يعني. احنا عندنا الصامولة بتاعة الفرش زي ما انتم شايفين بوريها لكم اهي. انا استخدمت ماسورة من المواسير بتاعة المية اللي هي الحديد النظيفة الجيدة، بحيث انني اشكلها بحيث انها تتركب في الصامولة. واديني عملت الحرفين بتوعها بحيث انها المفتاح يبقى الحرفين ده عكس ده، والتاني المقابل العكس، بحيث ان المفتاح ده يشتغل في الاتجاهين تلقائي. واما ان شاء الله باذن الله في نفس الفيديو هنوريكم ازاي احنا بنتعامل مع صامولة الفرش، وبتتربط بمنتهى القوة وبمنتهى الكفاءة. وان شاء الله باذن الله اللي يعجبه الفيديو يعمل لنا اشتراك ولايك في القناة لمشاهدة كل ما هو جديد وفريد على القناة، ودعمنا لان احنا نقدم ابتكارات جديدة وافكار جديدة تساعد الناس في مجال العمل او صيانة التوك توك، بحيث انها تسهل العمل، بحيث ان احنا ما نضطرش للدق ونبوظ. زي ما انتم شايفين كده المفتاح بربط بيها، هو الفكرة بسيطة جدا. وبنستخدم الصامولة في الاتجاهين المضادين في حالة الرباط، وده بيربط حتى الفبرة زي ما انتم شايفين ما بتسمحش ليك انك انت تخش بمفتاح والفرش من الجهة المقابلة وانت حالل. فدي معاناة بيعانيها ميكانيك التوك توك. انا اتمنى ان اكون سهلت عليه بالفكرة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو القادم ان شاء الله هنعرض لكم أداة جديدة بنستخدمها في عمل الصباب. انا هنزل الفيديو بتاع عملية العمل وازاي ان احنا اعدناها وبنستخدمها من معدات بسيطة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.